السلام عليكم ورحمة الله. فرحات مهني دار اختراق دبلوماسي كبير في نيويورك، خربق المخابرات الجزائرية قبل أيام قليلة من إعلان ولادة دولة القبائل من جديد بالعاصمة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل بين قوسين الماك بالجزائر فرحات مهني في تحقيق اختراق دبلوماسي كبير في نيويورك من خلال لقائه بالممثلين الرسميين لثلاث دول خارجية من بينهم الأهم في الأمم المتحدة. وقد حاول ممثلي دول الخليج الثلاثة السعي في هذا الموعد إلى معرفة نوايا الحركة، خاصة فيما يتعلق بمشروع إعلان الاستقلال الذي تتصوره حركة الماك. ووفق ما نقلته مغرب انتليجنس عن معطيات أمريكية مطلعة، فإن هذا اللقاءات فاجأت أجهزة المخابرات الخارجية الجزائرية، ولا سيما اللواء جبار مهنا الرئيس القوي لمديرية الأمن الخارجي الذي يتابع النشطاء ويعلن نفسه جاسوسا للرئيس عبد المجيد تبون. وكان رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل الماك بالجزائر أن منطقة القبائل ستعلن ولادة دولة القبائل من جديد يوم 20 أبريل 2024 من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك في اللحظة الرمزية على الساعة 6:57 مساء بتوقيت منطقة القبائل، وهو ما يعكس سنة 1857 التي فقدت خلالها منطقة القبائل سيادتها إثر معركات إشريدن. وأخيرا هنيئا لفخامة الرئيس فرحات مهني، وكما نقول لعمي تبون وشنقريحة وخاصة جبار مهنا، كيظهر لك السي المفتش قبل ما تفتشنا نفتشو. عاش الوطن ملكا وشعبا. تحياتي.